بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات الأفاضل، الإخوة الضيون الأعزاء في كل آن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وأربعاء للثالث عشر من العام 13 و2000. المشوار المعتاد في صحافة السودان الرياضي والسياسي الصادرة صباح هذا اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم. ونستهل هذا المشوار ورئيسة ورئيس لصحيفة جون رياضية قدم نفسه بصورة زاهية وأطرب الجماهير بسيمفونية رائعة. الهلال يولي العروض القوية والتفي في مرمى الأرسنال بثنائية. الغزال يهز الشباك والمدرجات بتسديدة صاروخية، وكاريكا يعزز الانتصار ويرد الاعتبار. البرير يحفز مدرب الهلال والقطاع الرياضي يقدم جائزة التميز للشغيل وعلي النور. المريخ والسلاطين يرفعان راية التحدي اليوم بأم درمان. أبو القوانين يعقب على ردود الأفعال ويؤمن على شرعية مجلس الهلال. وفي ثانية جول رياضي مريخ ما بعد الظفر لكاتب هيثم محمد علي توقف عن الإرسال مؤقتا من أجل الكيان والأنصار، ولكن إلى حين. المريخ يسرج سلاطين القلعة اليوم. الفرقة الحمراء بثوب جديد تحت قيادة الديسكو تعمل على تجاوز محطة نكسة الظفرة. السد العالي في جرد حساب مجلس التقشف أهدى شعب المريخ هيثم على الدين عقدي مع المريخ وليس الوالي. رحيل ريكاردو خسارة. العجب طيب أكثر من اللازم. الراجل لا يعرف قدر نفسه. الغزال ملوش حل. أما في الصفحة الثالثة، في ذهاب نصف نهائي كأس السودان الهلال يثأر من الأرسنال بهدفي الغزال وكاريكا. أداء بديع للفرقة الزرقاء والشغيل يواصل التألق. حكم اللقاء تحم على الأزرق ونقد له هدفين. أما في أعمدة الرأي كبورة طيب علي فرح، لو كان السيل رجلا لقتلته. أما في سادسة جول رياضية التي تتابع إعداد أندية الممتاز لصلاح الدحمد وحسن موسى، الخبير نقول الدكتور جمال المصري مكسب كبير للموردة والكرة السودانية. مجدي ينبد سنبذل الجهد في الدورة الثانية للتمثيل الخارجي. محمد خميس مشجع النسور غاب العميد مكي وغاب معه الانضباط. مجدي ينبد قائد الفهود لصحيفة جون خلاف مع القطاع الرياضي سحابة عبرة ما أستاذ ومربي ومرحبا بهيثم سلمان. محمد خميس مشجع الموردة يواصل في إطلاق تصريحاته في هذه الصفحة. أما في الصفحة الخامسة، جماهير والهلال خرجت سعيدة بالانتصار برئاسة الفريق طارق ولم يتطرق للجهاز الفني. مجلس المريخ يخاطب المفوضية بخصوص الجمعية العمومية ويفعل الروابط. والدشيخ يعقب على ردود الأفعال حول شرعية مجلس الهلال. أما في أعمدة الرأي يشتات الممتاز للكاتب صلاح الدحمد فكتب هذا العمود تحت هذا العنوان: الهلال مشوي. خط الوسط السادس والسابع لصحيفة جون رياضي جون في الولايات الكاتب عصام طمل والشمال كردفان يؤكد أن الرياضة أساس التنمية ويعلن عن مؤتمر جامع. رابطة كوسي تفاجأ الجميع وتتعاقد مع المدرب محمد الطيب قبل مباراتها في التاهيلي. هلال الساحل وسكورتا يكملان الاستعداد لجبل كريمة وعرب حلفة. اتحاد سنجا يوقع عقدا مع الجهاد الهندسية لتركيب مقاعد بالمصاطب الجانبية. والشمال كردفان يلتقي القطاع الرياضي باستاد الأبيض ويعلن قيام مؤتمر للرياضة هناك. مولانا هارون: الرياضة أساس التنمية وسنعيد للأبيض مجدها وريادتها. أما في الصفحة السابعة، في نصف نهائي كأس السودان المريخ ينازل سلاطين عشية اليوم في مواجهة محتدمة. براهوم يدفع بعدد من الوجوه الجديدة ومحسن سيد يرفع راية التحدي. مشاكل كرة القدم السودانية وحلولها الفنية. الأندية هي الأساس ثم يأتي دور اتحاد الكرة. في اجتماعه أمس الاستئنافات تؤجل حسم تصعيد همشري لمجلس الهلال. أما في ثامنة جون رياضي الملاحم كروية خالدة في تاريخ الهلال للكاتب المؤرخ الأستاذ المعتصم وشي. الزمالك المصري والأهلي المصري 1968-69. الزمالك يهزم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الزمالك يأخذ بثأره من الهلال بعد 10 سنوات. وطه بصري يحول هزيمة فريقه إلى انتصار في الدقائق القاتلة. طه بصري يحرز أهداف الزمالك الثلاثة وجاجرين يحرز هدفي الهلال واللاعبان يتقاسمان نجومية المباراة. الهلال والأهلي المصري يتعادلان بهدف لكل. عز الدين الدحيش يحرز هدف السبق الهلال برأسية قوية
السعودية، وشريف مدكور يخطف هدف التعادل للأهلي المصري. الأهلي المصري يفشل في الأخذ بثأره من ثلاثية الهلال في العام 1965، والدحيش يتوج نجما للمباراة. أما في مساحة الرياضة العالمية، قمة بين إيطاليا والأرجنتين في مواجهة نارية البرازيل وفرنسا وإنجلترا. بالاتولي ينضم لميسي ويغيب عن ودية الأرجنتين وإيطاليا في هذا اليوم. سان جيرمان يرغب بالتعاقد مع ألفيس وكاباي، وبيدرو يدعم هجوم برشلونة في افتتاح الليغة الإسبانية. نواصل في ذات المساحات العالمية. ساكي قال أشفق على ريال مدريد وصفقة بيل الخدمة والدعاية الإعلامية. بكرمان مدرب برشلونة الإسبانية فارس يحتذى به عن مباراة الأرجنتين وإيطاليا. باب الفاتيكان: من الصعب علي أن أشجع أي من المنتخبين. وبقيادة الرئيس الحالي راسل: هناك مفاجآت كبرى. برشلونة كان ينوي الاستغناء عن ميسي في العام 2000. وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة جون الرياضية، قال إن هدف الغزال حول مجرى المباراة. عبد المهيمن الأمين: الهلال احترم الأرسنال واستحق الانتصار. قال: لم نتأهل بعد نهائي الكأس. صلاح آدم يتغزل في نجوم الهلال ويؤكد الجاهزية لمواجهة المريخ. أما في عميدة الرأي، لقاء كل يوم لكاتب رمضان أحمد السيد: الثنائي يكرر ثنائية في الأهلاوية. الهلال يضع قدمه اليمنى في النهائي بهدفي الغزال وكاريكا. الجهاز الفني يؤكد التفوق ويحرج النجر وينذر المريخ. الهلال بتشكيلة وطنية خالصة في الشوط الأول لا يمكن أن يفعلها المريخ. القمة والهلال المريخ يجب أن يكون أكثر جدية لدعم المتضررين. البرير يعلن جاهزية ضد أي فريق وفي أي زمان ومكان، لا وألف لا لأي فكرة قد تباعد بين مواجهة طرف القمة الهلال المريخ. اتحاد الخرطوم مطالب بإطلاق دورة بمشاركة فرق ممتاز لفقيد الصحافة الرياضية. أما في العناوين البارزة والرئيسة لصحيفة المشاهد الرياضي، الغزال وكاريكا يعزفان المزيكا. اعتداء وحشي على السادة ينتهي بالمستشفى والشرطة. والدشيخ: حل مجلس الهلال وتعيين تسيير قانوني في هذه الحالة. شلكاوي يبلغ مدرب الهلال بإعفاء السادة. والمريخ يستدرج السلاطين. أما في ثانية المشاهد الرياضية، هي مساحة لرياضة الولايات. شرف الزميل محمد عثمان بلل: السيول والأمطار تهدد انطلاقة الدوري التاهيلي. قبول استقالة رئيس اتحاد بورسودان. مقصورة استاد جبل أولياء الجديدة تتسبب في انقطاع المياه عن المدينة. حكومة شمال كردفان تتكفل بإعادة تأهيل استاد الأبيض. اتحاد حلف يفتح صفحة جديدة مع الإعلام الرياضي. وقطب رياضي قال: الاتحاد العام لن يتعامل مع بورسودان بردود الأفعال عقب الانتخابات. أندية قمة الشرق الهلال وحي العرب يتأهبان لمعركة التأهيل بالجمعة القادمة. أما في ثالثة المشاهد الرياضية، بعد أن تعثرت مفاوضاته مع إدارة الهلال، تراوري يتمرد ويلوح بفسخ العقد. مساوي عازمون على بلوغ النهائي وحظ الكأس. اتحادات والمناشط الرياضية تعلن مشاركتها في درء آثار السيول والأمطار. يؤدي ميرانو الرئيس اليوم. الهلال يعلن الطوارئ لمواجهة درجعل. يلتقيان يوم السبت الهلال والمريخ في ودية من أجل متضرري السيول والفيضانات. أما في أعمدة الرأي، دافوري للكاتب ياسين عمر حمزة، فكتب هذا العمود تحت هذا العنوان: وزارة الشباب وحافلة الركاب. في صفحتي الوسط، تسعد ربيع الخميس لصحيفة المشاهد الرياضي هما لمتابعات. وضع قدما في نهائي كأس السودان. الهلال يرد الاعتبار ويفوز على الأهلي الشندي بهدفين حلوين. الغزال يفاجئ الضيوف بصاروخ مبكر. وكاريكا يؤمن الانتصار. الجماهير تخرج منتشية بعد العرض الرائع. وباثيرو يعتدي على المعلم. في الصفحة الخامسة، حوار إعلامي يوصف مبادرة الوالي لحل مشكلة المدرب السليمي مع الأهلي. في مسابقة الكأس اليوم، المريخ يستفرد بسلاطين الفاشر في لقاء مثير. أمل أهل شند يتقدمان بمبادرة لمساعدة منكوبي السيول والفيضانات. مجدي بدأ يعود إلى تدريبات فريقه الأمل عطبرة. الأهلي خرطوم يواجه الأمل عطبرة الخميس وديا استعدادا للدوري الممتاز. هلال كادوغلي يواجه الخرطوم وديا استعدادا للدور الثاني من الدوري الممتاز في هذا اليوم. توقعات بأزمة جديدة في المريخ بسبب براهوما. سوداني تساهم في درء آثار
السيول والأمطار، وتنفذ برنامج فرحة العيد بمركز ثورة لأمراض وزراعة كل الأطفال ودار الميقومة ودار الأشبال بصلاحية الجريف. أما في صفحة السادسة لصحيفة المشاهد الرياضية، تتابع استعدادات أندية الخرطوم للدورة الثانية. الجرافة يواصلون الإعداد واللاعبون أكثر حماسة وجدية، وعاطف رباب يقود تدريبات العالمين. بكري حموري يناشد لاعبي المهدية وفريق بدأ يصل أسمر إريتريا بقيادة المدرب محمد إبراهيم. دورة والسلام من رمضانية التاسع للشباب والناشئين بالثورة الحارة السابعة. الإخلاص 59 والسيول يقدمان الروائع ويحققان الفوز ويصعدان المباراة النهائية. الهليب جاميسكا والشعلبانة يتألقان ويخطفان بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمنافسة الناشئين. أما في الصفحة السابعة، في اجتماعه بالمكتب التنفيذي عصر أمس، مجلس المريخ يكون لجنة عليا لمهرجان تكريم العجب برئاسة جمال الوالي. وفي عميدة الرأي، أحداث ومواقف للكاتب فضل الكودي. منطقة الخرطوم الفرعية تلتقط القفازة. الممشى العريض لخالد أبو شيبة. حكاية النسور وإفادات تكتيك خط تماس لفاطمة الصادق. سقوط مبادئ وقيم الهلال على انفراد. في الصفحة الأخيرة لصحيفة المشاهد الرياضية، ملأ بثلاثة من أعمدة الرأي. ضربة مرمى لكاتب صلاح الدين أحمد الريس. الأستاذ محمد الشيخ مدني يعقب. ودقة الأجراس لمحمد الأمين رديم. من شابه واليه فما ظلم. طق خاص للكاتب خالد ماسا. فكتب هذا العمود تحت هذا العنوان: أفسدتم علينا الرياضة، فارفعوا أيديكم عن الشباب. في العناوين البارزة والرئيسة لصحيفة عالم النجوم الرياضية، قهر النمور بثنائية هلال الشرعية 100%. الحكم يذبح العدالة وينقض 3 أهداف الأزرق. الاتحاد العام يواصل الاستهداف. الجماهير تهتف ضد الأرباب. والوزير سيدي بي يعيد الهيبة لرقم 8. مالك النور يقدمان أوراق الاعتماد. الجنرال الشاب يهزم النجر. أما في ثانية عالم النجوم الرياضية، هي مساحة للمتابعات المريخية وكذلك متابعة دوري الدرجات. إعداد الزميل موسى مصطفى. المريخ يستضيف وسلاطين ملعبه في كأس السودان. الأحمر يفقد جهود سليماني. يستعيد كالاتشو صنوع. مشاركة علي جعفر في الدفاع. محسن سيد يدعو أنصار فريقه للاطمئنان ويقول جاهزون للفوز. عالم النجوم في ملاعب الخرطوم للكاتب سامر مختار. شباب ناصر يعلن تأهب. عبد الكافي يمتدح لاعبيه. أمبدا تكثف من تدريباتها بأسمرة. الشجرة تنطلق بقوة. الزهور يستأنف التدريبات. في الصفحة الثالثة، ملاعب دورينا لعبد العزيز السلامي. ملاعب دورينا تقتحم ملعب الخارجي وتقف على آخر لمسات الأولاد الدوري. الخرطوم الوطني يرفع وتيرة تحضيراته وسط اهتمام إداري كبير. إشادات واسعة بملعب الخارجية. مشاركة السير والأمطار تؤجل حضور السفاري. الأسود تتدرب بفرع رياض العسكري وتعلن تحديها الوطني بالأربعاء. أما في أعمدة الرأي، رأي حر للكاتب صلاح الأحمدي. مبادرة جمال الوالي. أما في صفحة الوسط الرابعة والخامسة لصحيفة عالم النجوم الرياضي، بهدفين حلوين وحلال الهلال قرر أرسنال. الغزال وكاريكا يحرزان. تألق جماهير اللاعبين. سيدي يمتع والجماهير تتجاوب معه وتهتف له. الحكم يتحامل على الهلال. الشغيل تمام التمام. جماهير والهلال تخرج سعيدة بالأداء القوي والانتصار. حسن على فيفا أن يحرك القضايا الساخنة. غضب في الهلال من الوزير. الخرطوم في قمة الجاهزية. المريخ يصرف النظر عن كروجر ويطارد الهلال حتى في المدربين. انقسام خطير في المريخ حول ابراهوم. خالد احمد المصطفى مع ابراهوم. ونجوم المريخ سعداء بقالة الكوكي. الامل الاهلي وديا البرير. ابواب الفيفا مفتوحة لنا. دكتور يحيى تكينا الى الذين يسعون للتعيين في الهلال. في صفحة الخامسة، في ذهاب نصف نهائي الكأس، الهلال يعزف المزيكا ويقهر أهل الشن بثنائية الغزال وكاريكا. أداء لافت للغزال والمدينة. وسيدي يجمع ويطرح دفاعات الأرسنال. باسيرو يعتدي على المعلم. الحكم يكتفي بالإنذار.
أما في مساحة الرياضة اللولائية لصحيفة علم النجوم الرياضية، والشمال كردفان يتعهد بتأهيل استاد الأبيض. رابطة كوسي تتعاقد مع محمد الطيب. شباب المريخ يفوز بكأس الدوري بالأبيض. رابطة تواجه بري بالخرطوم. المريخ يستضيف جزيرة الفيل. في مساحة الرياضة العالمية، خبر عودة رونالدو إلى اليونايتد يثير الرعب في مدريد. إيقاف سواريز من طرف إدارة النادي والمدرب ينفي. أنشيلوتي يطلب غلق ملف بيل وفتح صفحة جديدة للهداف هداف الليفر بكل تأكيد. أما في سابعتها وهي في الصفحة قبل الأخيرة، في بطولة العالم لألعاب القوى رقم 14 خروج السودان وتأهل قطر إلى الدورة الثانية. يونس حازن لخروجي من مونديال موسكو. برشم سعيد بالفوز وأتمنى منح بلادي ميدالية. وفي أعمدة الرأي وكفى لإسماعيل حسن عيدية مجلس المريخ لجماهيره. في الصفحة الأخيرة لصحيفة علم النجوم الرياضية ملأ بكاملها بأعمدة الرأي مقهى الحكاوي لعمر بن محمد عبد الماجد. الهلال في الطريق الصح. كرات عكسية لمحمد كامل سعيد. كروجر لن يحل أزمات المريخ. أصل الحكاية لحسن فاروق. غول اسمه لجنة التعبئة المريخية. أما مشاوير لحسن عبد الرحيم فكتب هذا العمود تحت هذا العنوان: عايزين شنو أكتر من كده؟ وفي صحيفة الأسياد الرياضية وفي أبرز العناوين: السيول الهلالية تغرق الشندوية وعرض رائع لفرقة الماسية. الهلال يضرب الأرسنال بهدفين حلال لكاكا والغزال. الجماهير تهاجم التحكيم بعنف وتهتف: سير سير يا برير، تيمك صاح يا صلاح. وفي ثانية الأسياد الرياضية هي مساحة لمتابعة إعداد الزميل أحمد عبد المنعم الطيب. السلاطين يصارعون المريخ لكتابة أول العناوين. محسن سيد يهدد الحضر عبر مكالمة هاتفية، وكانوا يؤكدوا الجاهزية. الوطني وديا يواجه أسود الجبال، والتماسيح تتهيأ للزحف بعيدا عن الأدغال. هلال كادوغلي السعيد حمزة أدم ويفقد بكري في لقاءين. ماو قد يحقق رغبة الفقيد الفضل إدريس ويتولى قيادة الشمالي. التماسيح تتأهب للزحف بعيدا عن منطقة الخطر. في مساحات الرياضة الولائية التي يشرف عليها الزميل أسامة الوصيل أحمد، والشمال كردفان أحمد هارون يستجلب معدات الرياضية ويتعهد بتأهيل استاد الأبيض. دوري الثانية أبو زبد في 20 من أغسطس. بعثة النيل سينجا تصل مدني لإقامة معسكر تحضيري للتأهيل، والشمال كردفان أحمد هارون يستجلب معدات رياضية. الأهلي المدني يضرب الفلاح برباعية ويغادر غدا إلى مدينة شندي. في الصفحة الثالثة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة الجنرال: الانتصار مهم واللاعبون كانوا قدر المسؤولية. لم أشاهد مثل هذه الجماهير من قبل. بعد التساؤلات الحائرة حول موقفه المهندس الحاج عطا منان: الاعتذار أسباب وأسرار. المعلومات الأولية عن المهمة كانت مضللة فتفاجأ بالحقيقة المرة. الخضر ومندور ضغط عليه لقبول التكليف فاعتذر لأن المشهد الهلالي يعيش حالة جدلية مربكة. قال المقربين منه: المجلس المعين لن يحقق ما هو مأمول منه إزاء المشاكل والمديونية الخرافية. في صفحة الوسط رابع الخامسة لصحيفة الأسياد الرياضية: مساء أمس بالقلعة الزرقاء. الهلال يبدع ويمتع ويدك شباك الأهلي ثنائية ويقترب من نهائي الكأس. هدف صاروخ الغزال تخصصي لكاريكا والنجوم يهدرون مهرجان أهداف. أداء هجومي للأسياد. الأرسنالية خندق والحكم جامل باسيرو. في مساحة الرياضة العربية والعالمية والإفريقية في صفحة السادسة: تونس تستضيف كونغو واليوم قبل مواجهة الرأس الأخضر. الآلام تبعد بالوتولي عن الأزوري في مباراة الأرجنتين الودية. توتنهام يسعى للتعاقد مع سجين السابق تحسبا لرحيل ديفوا. وفي الصفحة السابعة وهي قبل الأخيرة: الأمطار تعطل نشاط الأندية. المياه تغمر الميادين وتهدد إعداد الفرق. انهيار مباني ناديي كركوج والسهم. إيجار الملعب يرتفع ل 200 جنيه وتكلفة الميران أكثر من 700 جنيه والأندية تشكو. أما في أعمدة الرأي: الهمس جهرا للفاتح عوض السيد. الأزرق الصامد وهو جريح الماطرة. إيقاعات سريعة لعبد المولى الصديق. آراء ساخنة جدا.
الصفحة الأخيرة لصحيفة السيادة الرياضية ملأ ثلاثة من أعمدة الرأي. كاريزما للكاتب خليفة حسن بلة، والأهلي يفوز على مقاعد المتفرجين لأمير عبد الماجد، نجيهم بالمهارة وننتزع الصدارة. شريان رياضي للرشيد علي عمر.